لو خلاص وصلتي للسن اللي طفلك المفروض يدخل فيه حضانة ومحتارة ومش عارفة تدخلي طفلك انهي حضانة مناسبة، وكمان خايفة ومتوترة لان دي اول مرة تسيبيه ومش ضامنة مين دول اللي انت هتسيبي لهم اغلى واحلى حاجة فيكي، كملي معايا وانا هقولك نختار ازاي الحضانة المناسبة لاولادنا وايه هي المواصفات اللي تستحق ان ابنك او بنتك يدخلوا فيها. وكمان مش محتاجة اقولك ان انت تكملي معايا الفيديو للاخر عشان خاطر الفيديو ده بجد مهم وهيساعدك كتير ان شاء الله. أنا سلمى حسين مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصية كأم في عرفتي تربي. بصي يا ست الكل، أنا هنا هدردش معاكي في الأساسيات اللي لازم تكون موجودة علشان تضمن لك الحد الأدنى من الاطمئنان على طفلك. مش هنتكلم بقى هي الحضانة دي لغات ولا عربي ولا بتعمل بقى أي حبشتكنات ولا حفلات ولا الكلام ده، مش هو ده موضوعنا خالص. إحنا عايزين نطمن عليهم الأول. الأساسيات رقم 1 السمعة، أكيد كلنا عارفينها. يعني لما تيجي علشان خاطر تختاري مكان لازم يكون على الأقل حد من صحابك عارفه، ليه تجربة معاه، مدخل حد من ولاده فيه. ومهم جدا ان انت تدخلي على الصفحات بتاعت السوشيال ميديا اللي ليها علاقة بالحضانة وتقري التعليقات بتاعت الناس وتشوفي هل الناس مبسوطة، هل التعليقات الإيجابية نسبتها قد ايه بالنسبة للتعليقات السلبية، وانت قرري بنفسك. رقم 2 كاميرات المراقبة، لازم تكون الحضانة متركب فيها كاميرات مراقبة وتروحي تشوفيها بنفسك، وتكون إدارة الحضانة مش ممنعة ان انت تشوفي الكاميرات دي متركبة فين. ولو حصل اي حاجة لا قدر الله برضو إدارة الحضانة ما تكونش ممنعة ان هي تفرغ معاكي الكاميرات علشان خاطر تشوفوا ايه اللي حصل. يعني من الآخر كده الحضانة تكون مركبة كاميرات ليها لازمة مش ديكور. ولو فعلا النقطة دي بالذات لقيتي إدارة الحضانة مش مهتمة بيها وبتتوه كده وبتغلوش على الموضوع، في لحظتها خدي ابنك أو بنتك في حضنك واجري. رقم 3 نظافة المكان، ودي حاجة انت كأم وكست أول لما تخشي الحضانة هتعرفي تميزيها لوحدك. رقم 4 اكبسي عليهم كده في أوقات غير متوقعة، يعني مش في أول اليوم ولا في آخره، في النص كده، وشوفي بنفسك هل لقيتي الوضع تمام، انت مطمنة والدنيا ماشية تمام، ولا أول لما شافوكي ارتبكوا وتحسي كده ان هم عايزين يخبوا حاجة. رقم 5 وآخر حاجة، لو طفلك بيتكلم يبقى الموضوع بسيط وهتقدري تعرفي منه إذا كان بيحب الحضانة ومبسوط وهو بيروحها ولا لا. طيب لو طفلك لسه مش بيتكلم يعني وبيقول جمل بسيطة كده مش مفهومة، هنا بقى لازم تركزي كويس جدا وتتابعي انطباعاته وانت بتوصليه الصبح وأول لما يشوف الحضانة مبسوط ولا لا، ولما تجيبي سيرة المكان بيضحك ولا بيعيط. وعشان انت شطوره وكملتي معايا الفيديو لغايه الاخر هقولك على معيار مهم جدا تقدري تحكمي منه برضو على جوده المكان. ابداي ركزي مع طفلك بشكل اكبر، خدي بالك اذا كان في حاجات معينه بتتطور فيه وبتتغير ولا لا. ولو لقيتي ده فعلا بيحصل يبقى دي علامه كويسه ان الحضانه دي مكان كويس وان انت من الاول اخترتي صح. وطبعا العكس صحيح، وربنا يحفظ ولادنا جميعا. ابعتي الفيديو ده لصاحبتك اللي عايزه تدخل بنتها حضانه ومحتاره من كتر التدوير ومش عارفه تبتدي منين.